لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحمها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا، كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. لا تيأس من حياة أبكت قلبك، وقل يا الله عوضني خيرا في الدنيا والآخرة. فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة. عش حياتك على مبدأ كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسن. ارخي يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على عاتقك، واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه، أشد من حاجة من تتصدق عليه. أسأل الله أن يسعدكم أحبابي وأصدقائي، وأن تكونوا بأفضل صحة وحال. هذه من أجمل ما قرأت للإمام ابن القيم رحمه الله. وأريد أيضا أن أشكركم على العدد الذي وصلنا له من المشتركين، فشكرا جدا لكم، ودمتم في أمان الله.